لقد أشرقت الشمس لهذا اليوم. إنه اليوم الثاني من الهجرة من على الوضع، على الهزيمة، على الأداء، على المدرب، على اللاعبين، على كل. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشوفوا فيه اول تعليق لفتحي المولدي بعد اقصاء المنتخب الجزائري المر امام المنتخب السويسري. اصدقاء ديالي غادي نشوفوا فتحي المولدي شنو قال، وخصوصا كيعطي اللومه كامله للمدرب لان المدرب ما عطاش الخطه المناسبه في المكان المناسب. وصراحه يعني هذا الشيء راه كان باين من البدايه. كان المنتخب الجزائري في المباريات الوديه كان نمبر 1، ولكن من جا كاس العالم شفنا الجزائر غدا بالماء والصغاريط. الحقيقه تقال هي هذه، زعما ما كاينش شي منتخب اللي كيبرد القلب، زعما 2-0 3-0 ما كاين شيء. المهم اصدقائي ديري فيديو جميل جدا يستحق المشاهده، نخليكم تشوفوه وحكموا واعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. واحد لايك وعلى بركه الله. الجزائر ووداع مونديال 2026. استاذ فتحي، هل يستحق هذا الجيل من لاعبي الجزائر، خصوصا وأن هناك من يرى أنه جيل امتداد لجيل سابق ومشروع وبداية لمشروع قادم؟ هل يستحق هذا الجيل هذه النهاية، وهل يستحق نقد كبير بعد وداعه للمونديال؟ من لا يستحق اسم الجزائر هو المدرب بيتكوفيتش، لأنه عمل تصريح أكثر من الانسحاب. راهو الانسحاب كورة تربح تخسر، لكن أنه يخرج بيتكوفيتش بعد المقابلة ويعمل تصريح مستفز جدا، أنا نسمع فيه ومش مصدق، لأنه يقول حققنا أهدافنا، احنا كانت غايتنا وأنه نوصل نتجاوز دور المجموعات، بلوغ الدور الأول، وإذا حققنا أحلامنا. بالتالي أنا شو نقول له بيتكوفيتش؟ نقول له سي بيتكوفيتش ما يعرفش ليس له طموح، من ليس له طموح يروح، تروح، لأنه الاستفزاز جاء بهذه الطريقة. شعب كامل 45 مليون يحلموا، إذا كان مش أكثر، من تونس ومن المغرب ومن غيره ومن مصر، ساهرين معاكم، قلتوا لنا باش نلعبوا باش نربحوا باش نعملوا، من بعد جيني بعد المقابلة تقول لي هذا كهوة، معناها خسارة أمر طبيعي. والله تخسر مع إسبانيا، تخسر مع البرتغال، تخسر مع فرنسا، ممكن مع الأرجنتين، مع ممكن تخسر مع سويسرا، وبهذه الطريقة، خاصة بهذه الطريقة. تعرف كيفاش لخصها المقابلة؟ لخصها سويسرا، قالوا لنا خذوا الكرة عملوا تحبوا، واحنا يا جزائر هم الهدايا، زوز اهداف، هدايا، راهو هدايا صحيح نتاع فريق هاوي. علاش المدرب؟ انا قطع نظر على التصريح. خي انت بيب جوارديولا تلعب بلاش مهاجم صريح، عرفتك الجديدة مهاجم وهمي، هذا ينجموها. كان اللي عنده مان سيتي وعنده بايرن يلعب لك مهاجم وهمي، انت خليتنا في الوهم. لا مهاجم وهمي يلقينا الوهم، يلقينا المهاجم. ثم كي نتفرج في الجزائر البارح، والله من العشر دقائق الاولى الجزائر واحده بشيء رابح. اول كوره فاتوا نصف الميدان حطوها في الشبكه، والمدافع على سف المدافع الجزائري يتبع في المهاجم، ما تقولش عليه، يقول له تفضل امشي 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 حتى لين يوصل له، وياخذ ما بين ثلاثه. لا مش هذا. ثم اول دقيقه في الشوط الثاني في اوقاتك المدمره 46. دونك نقول انا المنتخب الجزائري الحقيقه فما نهايه جيل، لانه اللاعبين برشا معناها قدموا من البارح، اعلنوا انهم يغادروا رياض محرز وغيره وغيره، ولكن فما جيل جديد، هذه هي برشا لاعبين، برشا لاعبين. نحب نقول لك
بالجيل الجديد بالدم الجديد ما يكونش مع مدرب ما عندوش طموح، مع مدرب يعتبر وانه قام بالانجاز. فتحي المولدي يرى بارقة امل في هذا المنتخب، لكن اختلافك او وجهة نظرك تختلف في الطريق الان. بالطبع معناها لعبه كانه، سامحني ساعه. شوف مدرب، انا عارفش انا نتكلم تحت رقابه الناس اعلاميين تبارك الله تبعوا كوره يفهموا كوره، وقت اللي الدفاع مش منظم وكل معناها كل هجوم كذا مشكله كل هجوم مشكله. هجوم ماهوش منظم، معناها هجوم بلاش قلب هجوم. المشكله ما عادش في اللاعبين، المشكله ما عادش في اللاعبين. طيب تولي مشكله مدرب ربما احترم سويسرا لانها بلاده، لكن ما احترمش الجزائر. طيب اعتقد ان هذه الملاحظات تكلم عليها الجمالين، جمال المغرب اللي هو جمال الصطايفي، تكلم عليها ايضا حتى جمال بالعمري، وكانت في ملاحظات واضحه وصريحه صحيح فنيا تتمثل في جوهر انتشار اللاعبين، الخطه، الاسلوب، عده تفاصيل اعتقد ان تطرقتوا لها، وانا استمعت جيدا لتصريحات بالعامري امس، لكن هذا ما يخليناش اليوم ان نفكروا وننظروا بنظره استشراقيه حقيقه. 2026 استاذ عبد الرحيم، سالت قبل الفاصل الكباتن حول هذا الخروج، خدينا الموضوع في اطار فني، خدينا الموضوع في اطار عدم انضباط وايضا نوع من الاستهتار بالنسبه للمدرب، وصولا الى نقاط نقدروا نبنوا عليها. الجزائر بعد غياب عن مونديال سابق، ظهور يعتبر تدريجي نتمنى أن يستمر، لكن اليوم في نقاط يجب أن نقف عندها لمنتخب يصنف من المنتخبات العملاقة على الصعيد الأفريقي وأيضا له حضور دولي. في تقديري ماهوش استهتار من المدرب بيكوفيتش، مش استهتار منه، لكن هو مش واقعي حقيقة، يعني ما تعاملش مع الأمور بتعامل واقعي. الجزائر مهما تعرض لهزات وهنات تبقى الجزائر في كرة القدم، الجزائر نجوم كبار، الجزائر من الأسماء الكبيرة في كرة القدم سواء كان الأفريقية بأسمائها بنجومها بما قدمتها حتى الآن، يعني محرز اسم كبير في كرة القدم، كثير من الأسماء الموجودة. لكن أتفق مع أستاذ فتحي وأستاذ جمال في أنت تلعب برأس حربة وهمي. أنت لما تحط لاعب في مركز مش مركزه انت خسرت مركزين في كرة القدم، في ألف باء كرة القدم لما تنقل لاعب لمركز مش مركزه انت خسرت مركزين، رقم واحد. رقم اثنين، ما يعبر عن المباراة حقيقة هو الهدف الثاني. شوف كم خطأ فردي تكرر سلسلة من في الهدف الثاني بالذات، سلسلة أخطاء. هذه الأخطاء بدأ بها الفريق الجزائري من دوري المجموعات. لما يكون الخطأ خطأ منظومة مسؤول عليه المدرب. صحيح. لما يتكرر الخطأ أكثر من مرة وأنت ما تجدش حل. اثنين، إذا هذا الخطأ عندك نتيجة إعداد، يعني نتيجة إمكانيات لاعبينك، هذا حد الإمكانيات، بيجل الحل البديل اللي أنت تديره كمدرب باش أنت تتفادى هذا الخطأ. نحن انتبهنا إلى الجانب الأهداف اللي استقبلت الجزائر. لو تشاهد المباراة مرة ثانية شوف الفرص السهلة جدا اللي يضعها الجزائريين قدام المرمى السويسري. شوف كم فرصة وضيعت يعني بطريقة ما تصدقش. إذا هذا يعبر عليه قصور فني على صعيد خط الظهر. يعني راه ما نتكلموش على اسماء، لان الاسماء عم تتكلموا على عيسى ماندي، وحتى الاسماء المتاحه اليوم شهدت استقرار، يعني لها مده تلعب مع بعضها. تجي تشوف الاخطاء هذه، تجي تشوف الهجوم ما في شيء، معناها المشكله في منظومه. المنظومه مسؤوليه من؟ المدرب طبعا، هذا شغل المدرب اصلا. شغل المدرب انت تقدم منظومه كامله متناسقه، انت كيف توظف منظومتك وكيف تكون واقعي في التعامل مع الاحداث وكيف تغطي عيوبك وكيف تبرز قوه الفريق. انا لما قعدت نتفرج على المباراه نشوف فيها كي الفريق الجزائري اخطاء الدفاع في منظومه الدفاع، اخطاء بدائيه جدا.
شوف كم إعادة للكرة. تعود أنت في منطقة خطيرة بالطريقة أستاذ نجم، والملاحظة في الهدفين معا نعم. أن عدد لاعبي المنتخب الجزائري أكثر من عدد لاعبي المنتخب السوري. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه التنظيم الدفاعي هذا عمل المدرب سيء جدا، سيء جدا سيء جدا. اثنين، كانت الجزائر في تاريخيا كان عندها يعني أداء هجومي، بالذات سرعة التحولات. معروفة الكرة الجزائرية بالسرعة، سرعة التحولات كانت بطيئة. حتى لما أتيحت الفرصة قدام المرمى في السويسري في لقطات، لما تشوف من طريقة إضاعة الفرص، رأوا الجول له دور في تغيير حتى المزاج العام للفريق في المباراة. لكن في تقديري أن الجزائر يعني المدرب بيتكوفيتش هو المسؤول الأول عن نتيجة الأمس. صح عوامل أخرى ساعدت، ولكن هو العامل الأول، لأن ما كانش واقعي في التعامل مع الفريق السويسري. ختاما لكلامي هذا، أنا عندي عقيدة في الكورة. أنا شفت الجزائريين ما يبوا يتجنبوا اسبانيا وبيلعبوا مع سويسرا وبيتجنبوا اسبانيا. انا عندي عقيده في الكوره، في المباريات الوديه او المباريات الرسميه، العب مع الكبير. كان خسرت تخسر مع كبير، وكان كسبت تكسب كبير. انا ضد انك انت تنتقي تبي تلعب مع صغير، لانك اذا فزت ماهوش فخر، واذا خسرت كارثه. طيب اعتقد ان اليوم الاشياء اللي شفناهم واللي رافقت المنتخب الجزائري هو الوفاء المعهود حقيقة للجماهير الجزائرية اللي ساندت المنتخب الجزائري، تحملت مشاق السفر. أعتقد أن اليوم في ناس جت من الجزائر وفي ناس جت من كافة بقاع دول العالم. هذا النموذج اليوم يخلينا نطالبه باستمرارية لعودة بريق كرة القدم الجزائرية. كابتن فتحي، صح عليهم. احنا راهو بلدان شمال افريقيا عندنا شعوب غير عاديه. راهو التكاليف السفر لامريكا ولا المكسيك ولا الكندا، تكاليف بالنسبه للميزانيات نتاع التوانسه والجزائريين والمغاربه مهوله جدا. انسان معناه يضحي، ربما ياخذ قرض من باش يمشي. ثم شغف الجمهور الجزائري، واحنا تابعنا البارح الحقيقه في الساحات العامة الجماهير الجزائرية اللي حاضرة، وفي الملعب الجماهير الجزائرية اللي حاضرة، وحتى تصريح بنت صغيرة تبكي بالدموع. صحيح، تبكي بالدموع دموع، ولو تتحدث كورة تقول لك لو خسرنا مع اسبانيا كان يكون افضل، وتحكي تكتيك وتحكي كذا. بالطبع الجمهور الجزائري يستحق فريق جزائري في مستواه. 2019 الفريق الجزائري الحقيقة كان في قمة الكرة الافريقيه وحتى العالميه. 2014 المنتخب الجزائري عمري ما العديد من المنتخبات، عمري ما ننسى المقابله ضد المانيا اللي انبعد فاز 7 على البرازيل وفاز بكاس العالم. ضد الجزائر عانى الامرين. صحيح، فريق الجزائري نهارت مقابله استثنائيه. الفريق الجزائري عنده الفريق الجزائري، ولكن مع الاسف وقت اللي يبدا عندك مدرب بارد ثلج مع شعب جزائري حار معناها يلزم هذا يحرحروه شويه. معناها فعلا معناها تقول شوفك التناقض سؤالك، لانه فعلا سؤالك جماهير جزائريه كما شأنها المغربيه والتونسيه والمصريه. معناها نعيشوا الليبيه، رينا اخواننا في ليبيا يعيشوا في كاس العالم فرق العربيه اكثر ربما من المنتخب الليبي وقت اللي امس الجماهير الليبيه ايضا ملت ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، واللي هو فيه يعني المناسبات الكبرى زي ما نقولوا، وكذلك أكبر الساحات في مدينة بنغازي كانت للصباح. والطريف اللي شفناه أعتقد من هذه المشاهد أن في اللي جاب احنا نقول المندار، ما نعرفش انتم شنو تقولوا، الفرش بتاع باش يرقد. هو رقدوا مع بيتكوفيتش رقدوا. هذا كله من اجل مسانده المنتخبات العربيه. كلمه ما نجمش نحكيو على الجمهور الجزائري والشغف وغيره. معناه سواء بيتكوفيتش لا يستحق هذا الجمهور، لا يستحق هذا البلد، لا يستحق هذا الفريق الحقيقه. رياض محرز كما قال الاستاذ اسطوره. انا نذكر رياض محرز مان سيتي
اكيد. رياض محرز عنده ليستر مان سيتي اي عنده ليستر 2016 المعجزه. على ذكر رياض انا المني تصريح البارح بعد هذا خلينا نشوفوا التصريح استاذ عبد الرحيم. رياض محرز. Non, je vous le dis là, je l'ai déjà dit à la télé déjà, moi c'était mon dernier match. Voilà, je l'ai dit aux joueurs aussi. لا، أؤكد لكم الآن وقد قلت ذلك بالفعل من قبل. بالنسبة لي كانت هذه آخر مباراة لي، وقد أخبرت اللاعبين بذلك أيضا. كنت أتمنى أن نواصل المشوار وأن نذهب أبعد مع منتخبنا وبلدنا، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنني خرجت مبكرا، ومع ذلك كانت هذه آخر مباراة لي. أنا فخور بأنني قضيت 12 عاما أرتدي قميص منتخب بلادي، وكانت فخرا كبيرا لا يمكن وصفه. لن أنسى أبدا كل هذه المباريات بكل لحظاتها الجميلة والصعبة، فهذا جزء من مسيرة أي لاعب. الحمد لله، لقد كان حلمي منذ صغري أن ألعب لبلدي، وهو شرف وفخر عظيمان جدا بالنسبة لي. والآن أرحل وسأترك المجال للجيل الجديد ليواصل اللعب ويحاول كتابة تاريخه مع المنتخب، وكل ما أتمناه هو الأفضل لجميع اللاعبين الذين سيأتون بعدي ولجميع من سيرتدي قميص هذا المنتخب. أعتقد يوم حزين على كرة القدم العربية الإفريقية، يوم حزين يضاف إلى هذه النتيجة بوداع أحد أبرز أساطير القارة الإفريقية في آخر السنوات. كابتن فتحي، تاريخ رياض محرز. تكلموا على رياض محرز. شوف، رياض محرز يستحق حصة وحده، لأنه مش تحكي على أسطورة، تحكي على شخص عنده 12 سنة في أعلى مستوى مع الفريق الجزائري. وأنا نعتبر وأنه خروجه قال يوم حزين، وقال اليوم نودع، ولكن نودع من بوابة كأس العالم اللي هي العالمية. وشوف شو يقول. بس فتحي كان يستحق مباراة صحيح، كان يستحق نتيجة أحسن. شو يقول؟ لا باش تشوف شو يقول هو بالضبط. هو يقول معناها كنت نتمنى الانتصار، واليوم خيبة أمل. مدرب نتاعو يقول احنا نجحنا. واحد يقول يرى عكس ذلك مدرب الجزائر. تمام. وشوف البوادر حتى ملامح وجهه حزين جدا، ولكن لا، قال عمري ما ننسى المقابلات والتاريخ والفرحة مع المنتخب. أنا أقول لك لن ننسى رياض محرز والساق اليسرى اللي نعتبرها من أفضل ما وجد في العالم. الساق اليسرى متاعه خاصة ترويض الكرة، راهو تبعثها له من الطيارة تحت ساقه، تبعثها له من فوق. رياض محرز يبقى أسطورة، وكنت نتمنى خروج من الباب الكبير. أكيد يظل رياض محرز. اصدقاء ديالي خوتي المغاربه العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، حركوا هذاك اللايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. الناس اللي ما مشتركينش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديدنا. تهلاو لي في راسكم، السلام عليكم.